خامس يوم في نظام اللو كارب لمدة أسبوع. النظام مناسب لمرضى مقاومة الأنسولين وخمول الغدة وتكيسات المبايض. اليوم عملت لكم فطور خطير شديد ومشبع جدا، عبارة عن 3 كوسات قطعناها بالشكل ده، وجبنا صينية فرن، فرشنا عليها ورق الزبدة ونزلنا عليها موزاريلا، وزعناها بالشكل ده، وجينا رصينا الكوسة كمان بالشكل ده، وبعد كده رشينا موزاريلا تاني ودخلناها الفرن زي ما موضح درجة حرارة 170 لمدة 10 دقايق تحت، وفتحنا الشواية 10 دقايق. وصراحة هنا طلع خطير، يعني شوفوا شكلها يعني براه يفتح النفس. بعد كده أحشوها بأي حاجة انتوا بتحبوها، يعني ممكن كفطيرة للفطور وممكن للغدا. أنا هنا حشيتها بملعقة لبنة ومعاها خيار وطماطم وهلبينو، وصراحة كانت مبالغة، كانت خطيرة شديد. ولفيتها شكل رول وقطعتها زي السوشي كده، وصراحة كانت رهيبة شديد. يعني صراحة أنا ما قدرت أكملها طبعا لأنه كتير، وضوقت منها ناس البيت لأنه كانت حلوة شديد. وزي ما قلت لكم ممكن نستخدم نفس الفطيرة دي عادي، نحشي أي حاجة يعني بتخص الغدا، دجاج، تونة، أي حاجة يعني صراحة. وممكن للناس اللي بيحبوا يعرفوا السعرات كمان يعني يشوفوا سعراتها بالعادل، كان ممكن تدخلها في أي نظام، ما بس اللو كارب، لأنها أصلا ما فيها حاجة، يعني مكوناتها بسيطة، كوسة ورشة من الموزاريلا، يعني ما فيها حاجة. بس كانت خطيرة شديد يعني دي، يعني أنا متحمسة شديد تجربوها وتدوني رأيكم. الغدا كان عبارة عن صدور دجاج، تبلتها بتوابل ملح وفلفل أسود وكزبرة وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر وملعقة خل، ونزلت فيها ملعقتين من زيت الزيتون، نزلتها على أي طوة وشوحتها شوية ولحد ما تحمرت عندي، وقدمتها مع خيار. وكان ده الغدا صراحة، يعني كان بسيط شديد بس طعمه حلو شديد. ما تنسوا تعملوا لي متابعة وتتفاعلوا معي في التعليقات وتعملوا لي لايكات كتيرة عشان يتشجع، وأقدر أنزل لكم وصفات كتيرة، وصفات حلوة شديد. وزي ما قلت لكم الدايت يا جماعة ما حرمان وما أكل سيء زي ما عند المفاهيم التانية إنه مسلوق ومن غير زيت لا، ممكن ناكل أكل حلو في الدايت وكمان نخس ومستمتعين إحنا عشان نقدر كمان نستمر. دي أهم خطوة في الدايت، إنه نقدر نستمر لفترة أطول. وبس كده، يلا أسيبكم في أمان الله، مع السلامة.